يوم جميل، اصطحب السيد كريم ابنه الصغير إسماعيل إلى سوق الأغنام لاختيار أضحية العيد. كان المكان يعج بالحركة والألوان، وأصوات الأغنام تملأ الأرجاء. أشار إسماعيل بيده الصغيرة إلى خروف أبيض جميل ذو صوف كثيف ونظيف، فابتسم والده واشتراه له. عادوا إلى المنزل والسرور يملأ قلوبهم، فالعيد قد اقترب ومعناه الجميل بدأ يتجلى في بيتهم. جاء عيد، واستيقظ إسماعيل باكرا وهو يرتدي ملابسه الجديدة الزاهية. بعد صلاة العيد ساعد إسماعيل والده كريم في ترتيب قطع اللحم بعناية في أكياس وسلال مزينة. كان كريم يعلم ابنه أن الأضحية ليست مجرد طعام، بل هي وسيلة لنشر المحبة والرحمة بين الناس، وخاصة أولئك الذين يحتاجون للمساعدة. خرج إسماعيل ببهجة ليوزع اللحم على الجيران والأصدقاء. التقى بصديقه زيد عند باب منزله، وقدم له الكيس وهو يتمنى له عيدا سعيدا. شعر إسماعيل بسعادة غامرة لم يعرفها من قبل، وأدرك أن أجمل ما في العيد هو فرحة العطاء ورؤية الابتسامة على وجوه الآخرين. لقد كان حقا عيدا مليئا بالبركة والمحبة.